صباح الخير، صباح الفل، صباح الجمال، صباح الفطير مشلتت. النهارده هنعمل فطير مشلتت. هنقوم الصبح اللي عملته، قمت الصبح عملته، خدش في ايدي ثواني والعيال نايمين، قاموا فطرنا بيه. وحضرت الاربع فطاير دول من 4 كوبايات دي. اتفرجوا على الفيديو للاخر، هتلاقوا فيها حاجه جديده انا حطيته فيه، اداله طعم واداله قرمشه. ماشي، اتفرجوا معايا عليه للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهاردة بإذن الله وإن شاء الله جبت 4 كوبايات دقيق، حطيت عليهم معلقة بيكنج باودر ونص معلقة ملح و3 معالق سكر وكوباية مية. ال4 كوبايات دي خدوا كوباية مية معايا بالظبط، مخدوش أكتر ولا أقل. ودعكتهم مع بعض دعكة كويس. احنا عارفين ان دي بيختلف، انا خد معايا كوباية، ممكن معاك ياخد كوباية وحبة، كوباية ونص، حسب نوع الدقيق، او ممكن ياخد اقل من كوباية. انا ال4 خدوا مني كوباية بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. هي كوباية اللي انا حطيتها، محطتش اكتر من كده. ودعكته دعكة حلوة طبعا. دعكته مرة لغاية لما العجينة بقت ناعمة وبقت طرية معايا. الفطير يعمل على اكتر من مرحلة، هو مفيهوش تعب ولا حاجة، بس انت مجرد ان انت بتدعكيه دعكة كويسة، وبعد الدعك بتسيبيه يريح شوية. كل ما ريح معاكي كل ما العجينة بقت كويسة وتتفرد معاكي بكل سهولة. يا بنات صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اوعوا تنسوا الصلاة على الرسول، اكتبوا لي في التعليقات الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. قولوا لي ايه رأيكم، اعملوا شير ومشاركة للفيديو. شاركوني يا بنات وقولوا لي ايه رأيكم فيها. بصوا انا دعكته ازاي، دعكته مرة واثنين وثلاثة. تفضلي تدعكي في العجينة، تعجني في العجينة كده لغاية لما تلاقي العجينة نعمت تحت ايديكي. ماشي، حكيها بعد ما تلعب خالص تحت ايديكي. بصي انا عملتها اهي وسبتها بقى تريح شوية. بصي هي لسه ما ريحتش قوي، دي اول مرة دعكتها. بصي العجينة عاملة ازاي، ما هتريح خالص هتلاقيها احسن من كده. غرقته طبعا زيت زي ما احنا متفقين عشان خاطر ما يقشرش، والجو اصلا حر، العجينه هتنشف مننا. فانا غرقتها زيت كده جامد من الوش كده عشان خاطر العجينه ما تنشفش وما تقشرش. وتغطيه وتروحي مغطيه. بصوا انا بعديها بمده. بصوا شكلها بقى، شوفي شكلها اختلف عن الاول مره خالص. كنت الاول كانت فيها سن التشويه. بصوا ناعمه وجميله ومش محتاجه اي حاجه. عملتها 12 كوره. ال12 كوره عملوا معايا 4 فطاير. فردتهم واحدة واحدة، كل فطيرة خدت 3 كور مني. هنفردها معلقة سمنة صغيرة، مش هنكتر السمنة عشان ما تبقاش تقيلة علينا. بص أول جزء، أول كرة هتفردها كده، فردتها على الآخر جامد. حطيت لها سمنة زي ما انتوا شايفين كده، حطيت لها السمنة، حطيت الكرة التانية في قلبها. صدقوني يا بنات مش هتاخد في ايديكم ثواني، هتقومي تعمليه. انا عملته الصبح ما حسيت، الولاد جو قاموا لقوه جاهز. بصوا فردته الفطيرة والتانية حطيتها في قلبها. وتطبقيها، ترجعي تعملي الفطيرة التالتة وتطبقيها. يعني هي الفطيرة خدت مني 3 كور من اللي انتوا شفتوه. وتسيبيها برضو تستريح شوية، بتريحيها شوية. وبعد دي الفطيرة التانية نفس الحكاية برضو، بتفردي أول فطيرة على الآخر، لأنها كل ما بتريح، كل ما العجينة بتريح، كل ما بتفرد معاكي بسهولة، متاخدش في ايدك وقت، بسهولة بتعمليها، ما خدتش في ايدي وقت خالص. ماشي، وبعد كده اهي طلعوا 4 فطاير زي ما قلت لكم اهو. ال 12 كوره خدوا 4 فطاير، كل واحده خدت 3. وبعد كده على البوتاجاز من فوق في قلب الطاسه اهي، حاطه فيها معلقتين سمنه وزيت. والفطير بتحطيها الاول، تفرديها كده وتسيبيها تريح شويه، ما تحطهاش على النار على طول. بعديها هتلاقيها بدأت تنفخ معايا ازاي. هي نفخت اهي، هتلاقيها بدأت تنفخ معايا. بعد كده تقلب. بصوا شايفين النفخة، ده برضو من ايه، الكربونات. وبص البيكنج باودر هو اللي عمل كده. هي بصوا الفطير طري وجميل، ولا سمنته كتير ولا حاجة، ومظبوط. هتقوموا تعملوه في ثواني، مش هياخد في ايدكم حاجة. بصوا شايفين، ايه رأيكم اللي وصل معايا لغاية هنا يعمل لي مشاركة ويكتب لي تعليق حلو بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واشتركوا في القناة
واعملوا شل اصحابكم اللي ما بيعرفوش يعملوا الفطير، قولوا لهم الفطير بيتعمل في ثواني، ما بياخدش وقت، خدش معايا وقت. ايه رايكم يا حبايبي؟